يا مرحب بكم في ريفيو جديد عن لابتوب جديد. النهارده هكلمكم عن ورك ستيشن، حاجه عظيمه جدا. بس اللابتوب ده معمول لشغل الناس اللي هتشتغل جرافيك او هتشتغل على برامج هندسيه او الناس اللي داخلين في جزئيه الجيمنج. انت لو عايز لابتوب علشان خاطر الكليه عندك في جزئيه الوورد او الاكسل او الباوربوينت او البرامج الخفيفه او برامج انترنت، ابعد عن الفئه دي. ليه؟ لان مش هتكون تخصص بتاعك، فما تدفعش فلوس في حاجه مش في التخصص بتاعك. لما تروح تشتري لابتوب لازم تعرف انت بتشتري ليه. النهارده هنبدا الريفيو بتاعنا عن اللابتوب الجميل ده. مين ده؟ ده اتش بي ورك ستيشن، بنقول عليه الزي بوك. الزي بوك فئه عظيمه جدا جدا من اللابات. الاصدار اللي معانا النهارده هو الجي 5 15. تعالوا نعرف ايه المزايا اللي فيه وانا ليه اشتري اللابتوب ده، متوسط سعره كام، وايه الامكانيات اللي فيه. اول حاجه تعالوا نتكلم عن الشكل والهيكل من بره. اللابتوب ده وزنه 2.8 كيلو جرام، وزود عليهم نص كيلو بتاعه الشاحن. اللابتوب ده اول مشكله هتقابلك ان هو تقيل كوزن شويه، بس معروف ان الورك ستيشن او لابات الجرافيك العاليه اللي بتشتغل شغل جرافيك تقيل بتبقى وزنها تقيل. طب وزنها تقيل ليه؟ لان اللاب ده الماتيريالز بتاعته من جوه مصنوعه من المعدن، ففرقت معاك حوالي 100 جرام او اكتر شويه في وزن اللاب. هنا الشاشه بتاعته 15 بوصه. اللاب من بره في ميزه لذيذه جدا جدا جدا، انا شايف ان هي من احسن المزايا اللي ظاهره في اللابتوب ده. انت دلوقتي بتقدر انك تفتح اللابتوب من تحت بالشكل ده علشان يسهلوا عليك اضافه المكونات اللي ممكن تقدر تشيلها او ما تشيلهاش. بمعنى النهارده اللابتوب ده الهارد اللي جواه اللي انت شايفه ده 512 M2. الام 2 ده اعلى فئه في الهاردات الاس اس دي، يعني اعلى من الهاردات الاتش دي، ودي جزئيه احنا اتكلمنا فيها قبل كده في فيديوهات وهدي لك نبذه سريعه. الهاردات الاتش دي اللي هي الهاردات العاديه اللي احنا متعارف عليها وفضلت معانا سنين وسنين. الهاردات ديت سرعه النقل فيها، سرعه القراءه والكتابه فيها بتكون متوسطه. عملوا امكانيات في الهاردات الاس اس دي اللي هي هاردات بدون اسطوانه، فبدات تكون سرعه القراءه والكتابه للبيانات بشكل اسرع. الام 2 هو اصدار من ضمن اصدارات الاس اس دي، عباره عن هارد صغير زي ما انت شايف بالشكل ده، شريحه بالشكل ده. الشريحه دي ده الهارد بتاعك، دي اللي قد كده، تمام؟ بس امكانيات جباره في سرعه نقل البيانات في الهارد الام 2. الهارد ده 512. طيب ايه ده؟ يعني انا المساحه الداخليه بتاعتي بقت 512؟ لا لا استنى، هنا سايبين لك مكان ان انت تحط اذا كان بقى هارد اتش دي دي او هتحط هارد اس اس دي. هنا ممكن تحط هارد وليكن 1 تيرا 2 تيرا براحتك خالص على حسب ما انت عايز تحط للتخزين الداخلي. هنا الرامات بتاعتك علشان لو انت حبيت تعمل ابجريد بتحط الرامات بتاعتك في الاماكن دي. اللاب ده المفروض ان راماته 16 جيجا. بص بقى الجمال والروقان، شايف الباتري ريموفيبل، تقدر ان انت تشيل الباتري بتاعتك وتقدر تركبها بشكل سهل وبسيط زي ما انت شايف. وده اللي بيبقى صعب وجوده في الاصدارات اللي هي الاجيال ما بعد الثامن، ان انت بتلاقي 90% من اللابات ما بعد الجيل الثامن بيلت ان، خاصه في الحاجات الجرافيك. بس في مشكله هنا، ان الفريم اللي انت بتقفل بيه ده هو بلاستيك، فحافظ عليه اثناء ما انت تحرك اللابتوب او بتشيل الفريم بتاعك. تعال ندخل بقى على الاوتسايد ديزاين بتاع اللابتوب. اللابتوب زي ما انت شايف هنا ده كده مكان الماوس، سايب لك هنا طبعا كليك يمين والشمال، ومدي لك 2 فوق، وسايب لك هنا زي تراك بول، ومدي لك بقى الشكل الانسيابي الجميل البيزك، الالوان اللطيفه مع بعض. هنا عندك البصمه، وهنا زرار باور بتاعك، والاضاءه بتاعت اللاب وايت، مش عاملين بقى نظام الار جي بي والناس زي ما احنا عاملين في الخلفيه. حاطط لك بقى هنا 2 يو اس بي والثالثه الناحيه الثانيه. بالمناسبه اللابتوب
اليو اس بي بتاعته في 2 يو اس بي 3 واحده يو اس بي 2 وكمان في هنا 2 تايب سي. يعني انت معاك سرعه النقل بتاعت الديفايس بتاعتك جميله جدا حسب الديفايس اللي انت هتنقل منه او هتشحنه او ايا كان او هتنقل ليه. عندك هنا طبعا ده مكان كارت الميموري اللي هو الاس دي، وعندك هنا زي ما انت شايف ده مكان كارت اللان معمول اللي هو بينزل مع الكابل، ومكان الشاحن. عاملين بقى هنا عشان الناس اللي بتخاف من الكاميرا الاماميه عاملين كفر ليها. الكفر ده معمول اسود بنفس لون الفريم بتاع اللاب علشان الناس اللي بتجيب البلاستر بتاع الجرح وانت شغال. التبريد بتاع الجهاز جميل قوي قوي قوي، على الرغم من ان هو جهاز جرافيك وكارت الشاشه شغال وانت بتشتغل جرافيك، صوت المراوح مش هيعلى معاك جامد زي بقيه الورك ستيشن في اللابتوب. في الورك ستيشن في الجي 5 مثلا في الديل بتلاقي صوت المراوح كانك راكب طياره. هنا الصوت مناسب جدا، انسيابي خالص وجميل، والتبريد عظيم جدا جدا جدا. فده من ضمن المزايا بتاعه اللابتوب. مفيش صوت خالص، يعني انا قربت اللاب للمايك مفيش اي صوت خالص. التبريد ما شاء الله كويس. يلا بينا نتعرف على الشكل الداخلي بتاع اللابتوب بتاعنا. عندك هنا اول ميزه لازم يحط معاه شاشه اي بي اس. ليه شاشه اي بي اس؟ علشان الالوان بتاعتها بتبقى اعلى، فانت لما تيجي تشتغل شغل جرافيك زي الفوتوشوب او الادوب بريمير او الافتر افكت او برامج ال 3 دي او برامج الهندسيه الكتير جدا، الوانك تكون واضحه وصريحه قدامك. الشاشه جودتها في الالوان ما شاء الله عظيمه. الشاشه بتدي لك ريزوليوشن 1920 في 1080، يعني كده فول اتش دي. انا شايف ان اللاب ده كان ممكن لو الشاشه بتاعته تكون 2K او 4K كان يبقى حاجه عظمه العظمه، بس حتى الفول اتش دي حاجه كويسه، حاجه جميله مع الناس اللي بتشتغل مونتاج او بتشتغل فوتوشوب او ايا كان البرامج اللي هي شغاله. وانت بتشتري اي لابتوب لازم تخلي بالك من حاجه، البروسيسور، كارت الشاشه، دول الحاجتين المهمين. علشان البروسيسور صعب التغيير شويه من جيل للتاني وشويه حاجات كده معقده، انما الرامات انت تقدر ترقيها، الهارد تقدر ترقيه زي ما انت شفت. هو ادالك اتاحه في الحاجات البورتيبل او ادالك اتاحه في الحاجات الريموفيبل اللي هي امكانيه استبدالها او ان انت تطورها بشكل سهل. البروسيسور بتاعنا كور اي 7 جيل 8 2.2 جيجا هرتز، وكمان معاه كارت شاشه نفيديا كواردو بي 1000. الكارت ده 4 جيجا دي دي ار 5. اشتغل شغل الجرافيك وانت مبسوط قوي، وهيبقى الرندره معاك عظمه. طيب الرامات 32 up to او you can upgrade this laptop to 64. تقدر ان انت ترقي الرامات بتاعتك ل 64 جيجا. والجميل كمان في اللابتوب زي ما قلت لك ان الهارد بتاعه 512 M2. اعمل منهم مثلا 150 او 200 جيجا للسيستم للسي، وخلي الباقي علشان الداتا بتاعتك لو انت حابب. انا بنصحك ان انت تحط هارد 2 تيرا، حط الملفات بتاعتك وخزن، خلي السيستم شغال على الام 2 هيدي لك سرعه في البرامج بشكل رهيب. طيب كده احنا اتعرفنا على المكونات بتاعت اللابتوب، اتعرفنا على الشكل الخارجي بتاع اللابتوب. تعالوا بينا ناخد تجربه عن اداء اللابتوب. دلوقتي طبعا الناس اللي بتمنتج انا هشغل على الفول كواليتي، تمام؟ وتعالوا نشوف. بص يا رجاله، ده كده سرعه تشغيل في البريمير، تمام؟ طبعا تعالوا نجرب لو احنا هنحط افكتس مثلا سريعا. طبعا مش افكتس تقيله دلوقتي لان احنا بنعمل زي فيديو تجريبي مش اكتر. نحط مثلا ترانزيشنز، نجيب مثلا ترانزيشن زي ده ونحطه هنا، تمام؟ هنشوف اداء اللابتوب هيعمل معانا ايه في الترانزيشن. نجيب ترانزيشن زي كده مثلا، ترانزيشن خفيف. لا اصل انا الراجل زي ما انت شايف اللاب بيمنتج معانا بشكل سريع. لو احنا ادينا امر ريندرنج او ادينا اكسبورت، خد بالك ان انا هعمل اكسبورت دلوقتي اثناء ما انا شغال
بسطب الافتر افكت، يعني المفروض البروسيسور بتاعي يكون في وضع صعب شويه. انت بتعمل اكسبورت وفي نفس الوقت بتسطب الافتر افكت علشان نشوف اداء الافتر افكت معنا. في نفس الوقت اثناء ما انا بعمل اكسبورت بفتح فوتوشوب 2022 نشوف الاداء بتاعه عامل ازاي. ده طبعا سيت اب، ده اكسبورت. الاكسبورت ده حاجه بتسحب جامد. الناس اللي مش شغاله اللي لسه هيبداوا يشتغلوا جرافيك، الاكسبورتنج في البريمير او في الافتر افكت بيسحب جامد من البروسيسور وكارت الشاشه، يعني بيكون معتمد على الاثنين. وزي ما انتم شايفين هنبدا نشتغل على برنامج الفوتوشوب وندخل بقى دلوقتي على الكاميرا رو. الناس اللي شغاله في الفوتوشوب او في الجرافيك عارفين قد ايه الكاميرا رو بياخد وقت سيكا على ما بيفتح اول مره للصوره. تمام، هنا احنا بنعدل الواننا بتظهر في ساعتها. طبعا جزئيه التلوين والكلام ده كله عادي خالص، ده مش حاجه بتبطئ مع الاجهزه، بس انا بوري لك قد ايه هو حاجه سريعه جدا في التعامل، قد ايه هو حاجه جميله جدا في شغل الجرافيك. كده بنغير في الالوان بتاعتنا زي ما انت شايف بالشكل ده. مثلا لو احنا استقرينا على كده نعمل اوك دلوقتي، اخدش ثواني مع ان الصوره بالفول ريزوليوشن بتاعها. لا، حاجه عظيمه جدا، تجربه هايله قوي في مجال الجرافيك. مبروك على اللي هياخد اللاب. تعالوا نكمل الفيديو. وزي ما انت شفت معايا ده كان اداء اللابتوب في الافتر افكت وفي البريمير وفي الفوتوشوب. زي ما انت شفت كمان والثلاث برامج شغالين مع بعض. انصحك انك تشتري اللابتوب ده. لو انت بتسالني عن فئته السعريه بتكون متوسطه من اول 21 وانت طالع. ليه 21 وانت طالع؟ علشان لو انت اشتريته على الوضع اللي هو عليه ده ب 22، لو انت حبيت تقلل في الرامات شويه فهتقلل في السعر شويه، لو انت حبيت تزود في هارد اكسترنال هتلاقي ان انت بتزود في السعر شويه. فهو بيكون في متوسط 21 22 23 وهكذا. كل ما انت بتزود في الامكانيات كل ما انت بتزود في السعر. ان شاء الله يكون، اتمنى ان الريفيو يكون عجبك، اتمنى ان انت تكون طلعت باستفاده من الفيديو ده. متنساش اللايك والشير. وكان الفيديو ده مقدم من سوق الكمبيوتر. هسيب لك الارقام تحت علشان لو انت حبيت تطلب اللابتوب.